السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الصفة المشبهة وصيغة المبالغة. اللي هيفهمني وأنا بتكلم في الدرس ده هم تالتة إعدادي وتالتة ثانوي، لأنه واخدين المشتقات. إزاي الفرق ما بين صيغة المبالغة والصفة المشبهة في الوزن المشترك فعيل؟ خلي بالك إن الوزن ده فعيل بيأتي منه صيغة مبالغة ويأتي منه صفة مشبهة. أنا في الامتحان إزاي هفرق وأقول إن الكلمة دي المثال ده صيغة مبالغة أو المثال ده صفة مشبهة؟ اديني أمثلة. رحيم وعليم صيغة مبالغة، كريم وعظيم صفة مشبهة. طيب تمام، انت علشان كاتبه الامثله دول عارفه وجاي كاتبه كده ان ده صيغه مبالغه وده صفه مشبهه. انا في الامتحان افرق ازاي؟ خلي بالك، الصفه المشبهه تاتي من الفعل اللازم، وصيغه المبالغه تاتي من الفعل المتعدي. برضو مش فاهمك. بص بقى معايا، تعال نرجع للمثال رحيم. هات منه الفعل الماضي وحطه في جمله. هنقول رحم الله العباد. رحم الله العباد، العباد هنا مفعول به، وبما ان الفعل جاب مفعول به يبقى ده فعل متعدي. تعال هات لي المثال كريم. كريم ده هات لي منه الفعل الماضي وبرضه نحطه في جمله. هنقول كرمه. كرم الرجل. هنا الفعل كرمه ما جابليش مفعول به، يبقى ده فعل لازم. في قاعده مهمه بتقول اي فعل ماضي على وزن فعله فهو فعل لازم. اذا صيغه المبالغه تاتي من الفعل المتعدي. باخد المثال واجيب منه الفعل الماضي وحطه في جمله. لو جاب لي مفعول به يبقى ده صيغه مبالغه، لو ما جابليش مفعول به يبقى ده صفه مشبهه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.